كريستيانو رونالدو لربما أراد أن يصبح من بين اللاعبين الموهوبين في العالم، لكنه دون شك لم يتوقع أن يصبح الأمر بهذه الدرجة. ضربت دون الأرقام عرض الحائط ونجح في تحقيق ألقاب كثيرة وإنجازات كبيرة. رونالدو لا يزال في مكانه متصدرا قائمة فوربس كأعلى اللاعبين أجرا في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، قائمة تعج بالنجوم الرياضيين من مختلف الاختصاصات، إلا أن رونالدو نصب نفسه زعيما لها بدخل إجمالي ب 93 مليون دولار، تشمل 58 مليون دولار كراتب ومكافآت، إضافة إلى 35 مليون دولار كعائدات تجارية. إنجازات رونالدو الأخيرة ساعدته في الاقتراب من متابعيه، إذ يملك أكثر من 120 مليون متابع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل تصدره لقائمة الرياضيين الأكثر ثراء غير مفاجئ. شركات عملاقة تتعامل مع كريستيانو رونالدو على غرار نايكي التي وقع معها عقدا ضخما مدى الحياة يصل قيمته إلى مليار دولار. ومن الأسماء التجارية الأخرى نجد تاغ هير وهيربالايف، هذا بالإضافة إلى أرباح أخرى من منتجات العلامة التجارية التي تحمل اسمه CR7، والتي تتضمن أحذية وملابس وعطور، فضلا عن سلسلة فنادق. البرتغالي تقدم على نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس الذي حل ثانيا بحوالي 86 مليون دولار، أي ب 31 مليون دولار كراتب وحوافز، و55 مليون دولار من عائدات عقود الرعاية المختلفة. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث، إذ حصل ليو على 80 مليون دولار، تشمل 58 مليون دولار كراتب وحوافز، إضافة إلى 27 مليون دولار بشكل عقود تجارية مع شركات عملاقة.